رضي الله عنه. عشان كذا أنا حريص أنك تعرف سيرة هذا الرجل. ثابت رضي الله عنه نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم آيات قرآنية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثابت كان يرفع صوته بعض المرات مع النبي صلى الله عليه وسلم في نقاش وأخذ وعطاء وحديث، وعمر وأبو بكر والصحابة جالسين، فكانوا يقولون له يعني صوتك ارفق به شوي، فيقول أنا جهوري، أنا صوتي كذا ما هو بكيفي، والله إني أحاول ألين القول إلى أبعد حد من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صوتي. نزلت الآيات هذه وسمعها ثابت في فترة من الفترات بعد ما سمع الآية دي صار يصلي في المسجد ويرجع البيت، يصلي في المسجد ويرجع البيت حزين، ولا يتكلم مع أحد ولا يخاطب أحد، ويستغفر الله كثير ويصلي. النبي صلى الله عليه وسلم فقده، ما عاد صار يجلس مع الرسول واجد، ولا عاد صار ياخذ ويعطي مع النبي صلى الله عليه وسلم واجد. ترى النبي صلى الله عليه وسلم ما يفقد أي أحد، إذا فقد ترى فقد شخص عظيم. ثابت كان عظيم عند النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه الرسول. النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة من الصلوات التفت قال: أبو بكر عمر وين ثابت؟ فقالوا الصحابة: ثابت صلى ومشى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خطبه. قالوا الصحابة: له أيام يا رسول الله يصلي وينصرف، يصلي وينصرف، عنده علم بس وش وحنا ما ندري وش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعال يا فلان، أحد الصحابة، قال: روح واسأل لي عن حاله وأخبرني بما ترى. قال: طيب. طلع الرسول هذا إلين ما وصل، جاء الصحابي هذا لين وصل عند ثابت وباب بيته. السلام عليكم. وعليكم السلام. ثابت: ما خطبك؟ ما شأنك؟ قال: شر. قال: شر؟ إيش فيك؟ قال: ألم تسمع الآيات التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال: طيب أنت إيش علاقتك بالآيات هذه؟ الآيات هذه ما نزلت فيك أصلا. قال: إني أجهر بالصوت في بعض الأحيان أمام رسول الله، وإني والله أخاف أن يحبط عملي وأنا لا أشعر، فعشان كذا أصلي وأنصرف، ما أبغى أتخاطب مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخاف، شايل هم الحسنات اللي بنيت هذه والأجور هذه والمكانة اللي أعطاني إياها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاني الله قبله، أخاف لا تروح مني ويحبط عملي بسبب نقاش، أو خلني أصلي وأرجع البيت. يا رب. أخذ العلم الرسول ذا وانطلق على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول: ما خطبك؟ أبو بكر، عمر، عثمان، الصحابة كلهم جالسين، خيرة الصحابة. فقال: ما خطبه؟ فقال: يا رسول الله يقول، وأعطاه الكلام كامل: وإني أخاف أن صوتي يرتفع على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وإني أخاف أن يحبط عملي، فلذلك تجنبت مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحبه، ويبكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة ينتظرون إيش الرد اللي بيرده النبي صلى الله عليه وسلم الآن ويخبر به هذا الرسول لينقله إلى ثابت. ثابت له أيام قاطع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجلس حوله ولا بس يصلي ويمشي، وثابت في هم وكرب ما يعلم فيه إلا الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إليه يا الله وأخبره وقل له: ثابت إنك لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. الصحابة يطالعون: يا حظه، يا حظك يا ثابت، يا حظك، خشيت من الذنب وخفت منه فأبدلك الله بجنة عرضها السماوات والأرض. متخيلين الموقف؟ فراح الرسول وبشر ثابت، انبسط ثابت وطلع يضحك على طول، لبس لبسه وطلع للنبي صلى الله عليه وسلم وقام يحضن النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بجنب النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة يطالعون: محظوظ يا ثابت.